في راجل لو عِشت يوم زيّه ممكن تنهار من جواك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانش بس حاكم، ده كان بيحكم نَفْسه قبل أي حد. كان بيقف قدّام نَفْسه ويسألها عملت إيه لربنا النهارده؟ ده مشهد بسيط لكنه مرعب. تخيّل إنّك قبل ما تنام تراجع يومك وتسأل نَفْسك أنا غلطت في إيه؟ إيه اللي صلّحته؟ وهل كنت صادق مع ربنا في أفعالي النهارده؟ ومن أشهر ما قال رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. مش بس كان بيقبل النقد، ده كان بيطلبه. كان بيشوف في كل نصيحة فرصة تبعده عن النار. وأنا النهاردة لو حد واجهني بعيوبي مش ههرب وهديله تركيزي وهشكره إنه نصحني علشان أعدل من نفسي. وكان عمر رضي الله عنه عند سماع القرآن كان بيتأثر بيه جدا. آية واحدة كانت بتهز كيانه. وأنا النهاردة قررت إني مش هقرأ القرآن زي كل يوم، هحاول أعيش المعاني وأخلي كل آية يكون ليها معنى جديد في حياتي. لو قدرت تعيش يوم زي سيدنا عمر مش بس هتتغير، ده أنت ممكن تكتشف إنك طول عمرك كنت بعيد عن نفسك الحقيقية. التحدي مش إنك تكون زيه، التحدي إنك تبدأ تحاسب نفسك وتواجهها وتصلحها. اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، لعل ربنا يهدي حد بيك.